السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض محشي. طبعا انتوا عارفين التكونات بتاعتها، بس أنا بحب أوريكم أنا بعمله إزاي. طبعا احنا حمرنا البصلة بس ما تحمرهاش أوي يعني عشان ما يبقاش زي الطبيخ. وبعد كده بتشوحيها وبتضيفي عليها الطماطم، وبنحط التوابل بتاعتنا، شوية من الكزبرة وشوية من الملح وشوية من البابريكا بتدي طعم حلو، طبعا شوية من الكمون بس. فهنعمل مع بعض مع بعض فلفل، وهنعمل قوطة مع بعضينا. هنبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وخلطنا الرز طبعا زي ما انتم شايفين، حطيتها في نفس الطاسة بتاعت البصل في القوطة، وتشرب مع بعضيها بنفس الشكل ده. ونبتدي نحشي. حطينا برضو البقدونس بتاعنا، قطعناه بالطريقة دي، هنضيفه على الخلطة بتاعتنا كده بالطريقة دي. بس احنا مش هنحط القوطة حشوها مع الفلفل، عشان انتوا عارفين القوطة ما بتستحملش سوا زي الفلفل. اهو خلطنا الخلطة بتاعتنا، حتة جميلة جدا، تعتبر ني في ني، مش مسبكة زي باقي الخضار زي ما احنا بنعملها. معلقتين من الزبدة على معلقتين من الزيت، بيدي الرز زي ما انتوا عارفين طبعا ايه، فلفلة حلوة. ودي الحلة بتاعتنا بتاعت الفلفل اللي هنبتدي بيه. بحب احط شوية خضرة في القاعدة بتاعت الحلة. ودي الصينية اللي هنعمل فيها برضو ايه القوطة، معاها فلفل من الحراق، اللي ما يحبش حراق ما يحطش. هنبتدي طبعا نعمل الفلفل. قورنا الفلفل بالطريقة دي، نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي نحشي. حاولي ما تمليش الفلفل معاكي أوي عشان ما يرميش من بره، ولما بيترمي من بره بيبقى معجن ومحدش بياكله، وانتوا عارفين الرز غالي اليومين دول. بالشكل كده، بس بالشكل ده، ما تزوديش عن كده. ونرصه في الحلة. هنعمل كمان بسم الله الرحمن الرحيم. ريحته جميلة جدا طبعا الخلطة، عشان من هي ني في ني، يبقى ريحتها حلوة عن ما بتسبكيها جامد. بس بالشكل كده. ولو عايزة فلفل حراق طبعا تحطيه، بيديله طعم حلو. أنا دايما أحط فلفل حراق فيه، بيديله طعم جميل جدا جدا. نصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين اللمعة؟ بتدي لمعة حلوة مع الزيت والزبدة بتاعتنا اللي احنا حاطينها، بيدي لمعة حلوة معانا في المحشي. اهو كده. الحجم ده نفسه بيبقى حلو. في ناس بتحب الفلفل بيبقى كبير عن كده، انا بحب الوسط ده، بحسه اخف من الفلفل ما يبقى كبير. بالشكل ده. هو نفس الحجم بالطريقة دي، يبقى طعمه جميل جدا وخفيف معاكي وسهل. هو عموما الفلفل بيبقى سهل وخفيف في الحشو بتاعه عن اي محشي كمان بتعمليه. ممكن الكوسة برضو، بس الكوسة بحس بتاخد سوا كتير شوية، لكن الفلفل سهل زي برضو فلفل الرز بالظبط. ممكن توقفيه عشان ما ينزلش الرز بتاعه من تحت. خليه بالشكل ده، بس انا حبيت اوريكم الاول الطريقة. شوفوا لما بيبقى واقف كده مفيش حاجة بتقع منه. وما تنسيش طبعا ايه، ما تبليش الفلفل للاخر، لان الملي للاخر هيطلع من بره وهيتعجن، ومحدش بيرضى ياكل. انتوا عارفين الرز المعجن بتاع المحشي، لكن لما بيبقى الفلفل بيبقى طعمه جميل جدا جدا.
وأسهل حاجة نقول هنعمل إيه النهاردة، هنعمل شوية محشي، ندور علينا عندنا شوية فلفل، عندنا شوية قوطة بنستسهل وبنعملها. حاولي برضو ما تمليش الفلفل معاكي للآخر. هنملى الحلة بتاعتنا، وبعد كده هنضيف عليها، نشوف بعد كده القوطة بتاعتنا هنملاها ازاي. وطبعا لما تيجي تسوي، سواء تحبي المرقة بتاعتك تحت الشوربة كده، خلصنا احنا الفلفل وبعد كده زاد مفيش مشاكل. هنحط معاها طبعا القوطة بتاعتنا. قورنا القوطة بالطريقة دي، بتجيبيها جامدة وتبقى حلوة كده بالشكل ده. ما تحطيش، حاولي ما تبقى مستوية لأنها هتبقى مش حلوة في الحشو وهتتعبك، لكن لما تبقى جامدة القوطة بتبقى جميلة. بس كده الطريقة دي. وعارفة حتة من الفلفل صغيرة بتحطيها معاها بتدي طعم جميل. ده اللي يحب الحراق، اللي ما يحبش الحراق ما يحطش فيها. كل واحد حسب طريقة الأكل بتاعته يحبها ازاي. نفس الشكل ده برضو. احنا حاطين قطع من الفلفل مع البقدونس في قاعدة الصينية. متنسيش حتة من الفلفل كده برضو، وفي نفس الوقت تبقى ايه، مسدودة مظبوطة معانا. طوطة خفيفة وجميلة، الحشو بتاعها سهلة في نفس الوقت. الفلفل الحراق نفسه بيدي طعم حلو جدا للحشو. والبابريكا نفسها بتدي طعم جميل في الخلطة بتاعت المحشي. كده قربنا نخلص الحشوات بتاعتنا. ولما بيزيد طبعا معانا شوية من الخلطة، انتوا عارفين بنضيفها بنحط فيها ايه. بنجيب ورقة من الألمونيوم اللي انتوا عارفينه ده، بس بنحط جواها ورقة من الزبدة عشان ما بنحبش نحط على طول الألمونيوم معاها، لأن ده طبعا مش صحي خالص. فتحط ورقة الزبدة الأول وبعد كده ورقة الألمونيوم، فبتحافظ على الصحة. لازم تبقى مزنوقة، ما تخليش فيه فراغ فيها عشان ايه، ما تعجنش منك. لان لو في فراغ كبير هتعجن ومش هتطلع الواحدة بوحدتها زي كده. ده الشكل النهائي بتاعنا. اهو. طبعا هتضيفي عليها الشوربة وهتحطي عليها على نار هادية بعد ما تغلي غلوة يا دوب بس. وبعد كده هتوطي عليها العين وهتتفرجي، هتطلع جميلة جدا. وألف هنا وشفا.